لحظة نذكر بعنوان حلقتنا اليوم. نتحدث عن اتفاقية سيداو ونتساءل هل سترفع التحفظات. ضيفتي السيدة نادية أيتزاي المحامية والحقوقية. سيدة أيتزاي، قبل الفاصل كنا عند الزواج من دون ولي أو مع الولي. أنتم ضد أو مع الفكرة بصراحة سيدة أيتزاي، لأن الكل يتهمكم أنكم حابين تخالفوا التشريع وتزوجوا من المرأة الجزائرية من دون ولي. احنا ضد الولي، احنا ضد الولي، احنا ضد الولي. ما فيش مشكل، احنا ضد الولي بدون والي. وهذا مخالف للشريعة السيدة لا أيتزاي. دوك ما راهش مخالف لا، للشريعة. الإسلام دين الدولة. أنا نتكلم لك، أنت تتكلم لي عن القوانين، أنا نتكلم لك بالقانون. الجزائر الإسلام هو دين الدولة سيدة أيتزاي. احنا المذهب المالكي يقول باللي احنا درك ما نغلطوش المشاهدين. لا، المشاهد الشريعة يعرف الشريعة ومذهب المالكي. أنا نتكلم على مذهب المالكي. مذهب المالكي يقول في عقد الزواج إلى يكون ولي، ولكن احنا نعرفوا باللي في هذا المذاهب ممكن أن نغيروا بعض القواعد اللي خلقتها هذه المدرسة. لما نروحوا في المذهب الحنيفي ما فيهش والي. ما فيش والي في عقد الزواج. لا حنيفي مالكي ولا لا تحطش خليط. رانا في الاجتهاد يا مسيو، رانا في اجتهاد، وهذا الاجتهاد يقدر يخلي المشرع الجزائري أن يفكر باش القاعدة القانونية تتطور. وعلاه تتطور القاعدة القانونية؟ لأن المجتمع يتطور. المجتمع ما راحش يتطور. المجتمع لازم العلاقات نطرحوا نقاش عادي. العلاقات سيدة أيتزاي، لما يتطور المجتمع لازم يخرج من الشريعة باش يتطور المجتمع. لا ما يخرجش، لا ما يخرجش من الشريعة. يعني كنتم أيضا طرحتوا مسألة الميراث، قلتوا لازم المساواة في الميراث. لا الشريعة ممكن تكون الشريعة باسكو رانا نحطوا الغموض في الجرائد او لا فيه غموض. الجزائر دين الاسلام، معناتها ما نديروش اشياء تتنافى مع الدين. الاسلام هو دين الجزائريين، وكل الجزائري اللي هو مسلم يؤمن وعنده علاقه شخصيه مع الديو، مع ربي. احنا نعيطوا له ربي في الدارجه، مع الديو، مع ربي. احنا نعيطوا له ربي في الدارجه.